يا ست الكل، تعالي أقولك سر طحينة المحلات اللي مخلية ناس كتير تقول هي ليه مش طالعة معايا كده في البيت. الموضوع مش نوع الطحينة، الموضوع تكنيك وفهم لعبتها صح. طحينة الشارع الأصلية بتاعة المحلات، المكونات: شوية طحينة خام، مية بتغلي وبتبقبق، خل أبيض، دقيق سر الربط وزيادة الكمية، ملح، كمون. الطريقة الصح خطوة بخطوة. أول حركة التسييل الصح: حطي الطحينة في بولة وانزلي عليها بالمية المغلية واحدة واحدة، وانتي بتضربي بالمضرب بسرعة. هتلاقيها الأول مسكت وبعدين فجأة فتحت وبقت سايلة خالص. خليكي شاطرة وما تخافيش. تاني حركة تفاعل الخل: انزلي بالخل واضربي بسرعة. هتلاقيها قفشت قدام عينك وبقت تقيلة جدا. هنا بقى دخلنا في لعبة المحلات. تظبيط القوام: خففيها شوية بمية تاني، وبعدين ابدأ انزلي بالدقيق تدريجي جدا مع التقليب المستمر لحد ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه. لو خفيفة زودي دقيق، لو تقيلة زودي مية. التتبيلة الأساسية: ملح، كمون. دي القاعدة اللي ما ينفعش تتنسي. تظبطها حسب الأكلة: للمشاوي رشة شطة، رشة بابريكا. للسمك توم مهروس، عصرة ليمون. تنبيه شيف مع شيف. الطريقة دي بتاعت الشارع فعلا وبتدي نفس القوام والطعم. بس خلي بالك إن الدقيق هنا مش مستوي، يعني دي طريقة محلات لضبط القوام والكمية، مش الطريقة البيتية التقليدية. لو عاوزاها صح 100% في البيت ومن غير دقيق خالص، قوليلي أظبطها لك بطريقة محترفة. جربيها وقوليلي عملتيها إزاي. وأهم حاجة ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.